هو فعلا الاي اي هياخد شغلي تقريبا؟ ده اكتر سؤال اتسال في التعليقات كلها، مش لوحدك اللي بتسال، الدنيا كلها بتسال السؤال ده. بس احتمال كبير النهارده اطمنك شويه. بص، مبدئيا كده نتفق ان مستحيل ان حد يتوقع اللي هيحصل قدام، بس احنا بنفكر في الموضوع مع بعض وبنحلل السين ماشي ازاي علشان برضو نعرف احنا رايحين فين. بس عشان احرق لك الحلقه، انا هحرق لك الحلقه من الاول. احنا تمام شويه، بس تمام. فيديو النهارده هيبقى مختلف شويه عن الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده، عشان ده هيبقى فيديو في سلسله جديده بنجاوب فيها على اسئلتكم اللي في التعليقات. فاعملوا تعليقات هنعمل عليها فيديوهات. المحطة التالية محطة اغلب التعليقات اللي بيسالوا فيها السؤال ده انا غالبا برد عليهم رد واحد. هو انا برد بقول ايه؟ انا ناسي ان الاي اي مجرد اداه، هي مش هتاخد شغلك، بس هي فعلا مفيده وفعلا تنفع ان هي تساعدك في حاجات كتير قوي. هنا السؤال، هو انت اصلا ليه داخل مجال الفن او ال 3 دي عامه؟ هل انت داخله علشان ربح؟ لان في الحاله دي في مشكله في اولوياتك. يعني قصدي انت لو اولوياتك فعلا الربح المادي، وسمعت من حد ان شغل 3 دي بيجيب فلوس كتيره، وده حقيقي بالمناسبه، وانت وشطارتك حاسس ان انت بتضيع وقتك شويه، ان في مجالات تانية ممكن تجيب لك نفس العائد واحتمال اكتر من كده بكتير، طريقه اسهل ومذاكره اقل وتعب اقل. احنا بنتعب قوي والله. اشتغل في ريل استيت، بورصه، بنوك، وات ايفر. بس 3 دي علشان ربح مادي هي ممكن تحصل وعادي جدا وهدف مشروع، بس لما الاي اي توحش غالبا انت تبقى اول حد يطير. ليه؟ لان غالبا انت ما تعبتش ان يبقى ليك ستايل بتاعك، انت حاجه انت مميز بيها، انت بس بقيت شاطر تكنيكال، لان انت اتعلمت الحاجه دي لهدف تاني خالص غير الشغل نفسه او الفن نفسه او الحاجه نفسها. ماشي، يعني ايه الاي اي؟ تول، اداه انا بس بستخدمها، مش حاجه غالبا هتعمل لي ريبليس. فعلا انت لو بصيت على شغل الاي اي، اللي هو بالمناسبه حلو جدا مش وحش، بس هتلاقيه كله واحد، تلاقيه كله شبه بعضه. الناس كلها دلوقتي بقت بتشوف الشغل الاي اي وبتبقى عارفه ان هو شغل اي اي. مهما اتطور ما هتتلقط، وغالبا مش هتلاقيه مميز. يعني مش هتلاقي ان ليه بصمه معينه او ستايل معين، لان هو بيعتمد على ان هو بيسرق ستايلات ناس تانية وبيجمعهم مع بعض، فده غالبا بيؤدي لنتائج كلها شبه بعض، فالسوق هيتشبع بيه. فمين اللي هيفضل بعد كده؟ فعلا الناس اللي ليها ستايل وبتعمل الحاجه علشان بتحبها، لان ساعتها انت هتطلع نتائج الاي اي مش هيطلعها، لانه ببساطه ما شافهاش في حته قبل كده. اظن منطقي. يعني بطريقه تانية، لو احنا كلنا استخدمنا التولز الاي اي اللي موجوده في السوق، احنا كلنا هنطلع نتائج كلها شبه بعض. ممكن نتيجه او اتنين يطلعوا مختلفين، بس بقابلني لو عرفت تكرر نفس النتيجه دي بشكل قريب منه بعدين، فبقى ليك ستايل. مفيش حاجه اسمها اي اي ارتست شاطر، هو اي اي ارتست تمام. شاطر دي يبقى هو عارف تولز زياده، ما تعبش، الموضوع ما فيهوش تعب، يخليك فعلا مميز في الحاجه اللي انت بتعملها. يعني لو عايز مثال يقرب لك الفكره اكتر من كده، الفرق ما بين البوسترات اللي انت بتشتريها مطبوعه وهي نسخها كتير وسهله، والفن التشكيلي اللي في المعارض، اللي هو عباره عن لوح ناس تعبانه في الحاجه اللي بتعملها. لو انت ما تعرفش، فبرضه المجال ده مربح جدا لو انت شاطر فيه ولك علاقات. بس في فرق، الناس بتقدر الحاجه اللي بني ادم بيعملها، وده من زمان. يعني الحاجات الهاند ميد ليها قيمه وستيل الناس بتطلبها. بس انا شايف ان الاي اي عمل حاجه لطيفه، ان هو فلتر السوق. بقى العميل اللي ما بيفهمش، اللي مش بيدور على حاجه اوثنتيك اصيله بتاعت فنان او فيها لمسه مميزه، هيروح للاي اي. فاريح، لان هو بيوجع دماغنا. لو ما اتعاملتش مع النوع ده من الكلاينتس، احمد ربنا انت في نعمه. وهيفضل الكلاينت فعلا بيدور على حاجه نظيفه، حد عاملها يقدر يتحكم فيها، مهما اديته كومنتس هيقدر ان هو ينفذها، هيقدر ان هو يعدل في الشغل بتاعه بشكل محدد قوي. صعب على الاي اي ارتست قوي ان هو يتحكم فيه. مش كل حاجه هتعرف تظبطها في الاي اي في الاديتس، مش كل حاجه لغايه دلوقتي. احنا اوريدي دخلنا في عصر الاي اي، والناس كلها دلوقتي، مش كلها بس كتير منها، بتعمل فيديوهات اي اي برودكتس بتاعتها. بس لغايه دلوقتي الحمد لله بيجي لي فريلانسز عادي بشتغلها بطريقه تراديشنال، مش بالاي اي خالص. هل عيب ان انا اصلا استخدم الاي اي؟ زي ما قلت لك هو تول، فهو مش عيب، بس استخدمه امتى؟ هي دي بقى الفكره. يعني نصيحتي ليك علشان تفضل مميز والاي اي فعلا ما يجيش عليك وما يجيش على شغلك، ان انت تستخدم الاي اي في الحاجات اللي انت بتحبش انت تعملها في الشغل. مثلا لو هنتكلم في 3 دي، فانت يعني ما تستخدموش في الموديلنج، استخدمه في الريتوبولوجي، او ان مثلا تستخدمه في اليو في انراب، وبعد كده عدل عليه لو عايز وانت وشطارتك. لكن ان انت تطلع بيه فاينل ريزلت كريندر، معلش، طب ما اي حد ممكن يعمل ده وفعلا من غير اي تعب.
بجد النتائج كلها شبه بعض. طب هل انا ما تابعش الاي اي خالص هو رايح فين؟ لا طبعا، لازم تبقى عارف تولز ماشيه ازاي، التولز بتطلع ايه، لازم تجرب التولز على الاقل كم مره في حياتك عشان تبقى عارف لو عطلت واحتجتها تعملها ازاي. انا ساعات كتيره بستخدم الاي اي في شغلي، مش عيب، بس اكيد ما بيطلعش الفاينل ريزلت بتاعتي بالاي اي. لازم يبقى شغل غني هو شغل غني اللي طالع، لان انا بحترم نفسي وبحترم شغلي. طيب يا غني، انت بتقول ان العملاء المتعبين اللي ما بيفهموش بيستخدموا مثلا حاجات كتيره فيها اي اي، هم ممكن يكونوا اتفلتروا من الصين. انا محتاج الفلوس دي، انا محتاج الشغل ده. بص يا صديقي، زي ما قلت لك قبل كده، لو انت داخل المجال ده علشان الربح المادي فانت داخل عشان تعمل حاجه انت بتحبها، والعميل كده كده هيجي لك، ده الرزق بتاع ربنا يعني، عادي ما تناقش فيه. بس على سبيل المثال انا نفسي انا 3D ارتست، بس ده مش دايما شغلي الوحيد. تعلم مهارات، تعلم بزنس، جرافيك ديزاين، موشن جرافيك، مونتاج، الحاجات دي كلها علشان لما يجي لك شغل مهما كان هو ايه تعرف تشتغله. علشان احنا في الاخر ساعات كتيره بتمشينا فلوس، احنا بنحتاج الفلوس عشان نعرف نعيش. يعني انا مثلا انا بشتغل شغلانتين، شغلانه منهم 3D حاجه انا بحبها جدا، الشغلانه التانية حاجه تعتبر فيها شغل كتير جرافيك ديزاين وفيديو اديتنج، عادي مش عيب، الناس كلها بتعمل كده. يعني انا مثلا كنت بتواصل قبل كده زمان مع فنانه تقيله جدا، اشتغلت في ليج اوف ليجندز واشتغلت في كام حلقه في لاف ديث اند روبوتس، هي كاركتر ارتست. كانت بتقول لي ان هي لما بدات تشتغل هي ما اشتغلتش في الكاركتر على طول، هي كانت بتحب الكاركتر ديزاين، كانت بتحاول ان هي تذاكره وبتحاول ان هي تشتغل فيه، بس ده ما كانش اول شغلها خالص. هي كانت تشتغل في الاعلانات 3 دي بتاعه الموبايلات، كانت بتعمل موديلنج موبايلات كتير عشان تعرف تقضي مصاريفها، ومع الوقت بدات ان هي تذاكر حاجات مختلفه في 3 دي. لما اشتغلت في رايت ما اشتغلتش ككاركتر ارتست، لا اشتغلت كانفايرمنت ارتست، اسيت ارتست. بعدين قعدت حبه لحد ما قعدت تتنقل ما بين الديبارتمنتس ووصلت للحاجه اللي هي بتحبها اللي هو الكاركتر ارت. ففعلا ده بيعلمك ان اي مهاره انت بتتعلمها هي بتفيدك مهما كان انت متخيل ان هي بعيد عن مجالك، علشان كارير سهل جدا ان هو يتغير في اي لحظه. وحصلت من قريب بعد ضجه كورونا لما الشركات بدات ان هي تعين ناس كتيره جدا علشان الناس قاعده في بيوتها فبتتفرج على افلام او بتلعب جيمز، فعينوا ارتست كتير جدا. بعد الموجه بتاعت كورونا هم رفضوا ناس كتيره قوي، ده عمل ازمه في المجال رهيبه، وعمل ساتوريشن عالي قوي ومنافسه عاليه جدا في الوظائف اللي في 3 دي. فالكارير بيتغير، سهل ان هو يتغير، والفلوس طبعا كلنا عارفين بتروح وبتيجي، بس فعلا الحاجه الوحيده اللي بتفضل ان انت تبقى بتعمل حاجه اللي انت بتحبها. فلو انت بتحب الفن اعمل فن. طب يا غني بصراحه انا حاسس ان اللي انت بتقوله ده اي كلام، وانا هركز في الاي اي ومش هتعلم 3 دي. تمام، بس انا عايز اقولك ان مش كل المستخدمين حوالين العالم مبسوطين بموجه الاي اي. الناس بتفهم. انا عايزك تعمل سيرش على حاجه معينه، على الانفيديا عملته اخر حاجه ليها علاقه بالاي اي في الجيمز، DLSS 5. دي فيتشر جديده انفيديا نزلتها لغايه دلوقتي، هي اختياري علشان تحسن جوده الصوره، تكتشر، موديلز، ريندر في الالعاب. الناس اللي جربوها في ناس كتير منهم قطعوا انفيديا خالص، مش علشان هم شايفين ان الاي اي وحش ولا علشان الميزه بتاعتهم وحشه. الناس شبهوا الفيتشر دي بفلتر على سناب شات. الميزه دي بتعمل ايه بالتحديد؟ هي بتحسن الصوره وبتحسن جوده التكتشرز، ده الكلام اللي انفيديا بتقوله. بس انت لو جيت اتفرجت على ريفيوهات على اليوتيوب لحاجه زي كده هتلاقي ان اشكال الكاركترز اتغيرت. يعني 3 دي ارتست اللي تعب واشتغل وصمم الكاركتر في الاخر الاي اي لما عمل لها ريندر في الجيم طلع شكلها كانها صوره اي اي، حاجه ملهاش طعم. الكاركترز كلها بقت شبه بعض ومختلفه عن التصميم الاساسي اللي الناس كلها عارفينه للشخصيات. او مثلا اللي ديزني عملته من قريب لما نزلت خاصيه AI ان انت تعمل افلام قصيره بستايل ديزني AI. الناس بقت شايفه الشخصيات اللي هي بتحبها ومتعلقه بيها بقت عامله ازاي لما بقت AI، بقت مسخ. فانا الصراحه رايي الشخصي ان الاي اي علشان هو تكنولوجي جديده فالناس فاكره ان هي لازم تستخدمها في كل حاجه، بس مع الوقت هيبقى لها حاجات الاي اي ما ينفعش ان هو يتدخل فيها عشان الناس هتعترض وهتحس ان حاجه فعلا ما بقاش ليها طعم. المستخدم مش غبي، المستخدم بيفهم. اخر نصيحه انا عايز اقولها، الشغل ما بيخلص والكلاينت ما بيموتش. اي اي بقى مش اي اي ان شاء الله هيفضل فيه شغل، بس مش المفروض ان ده اللي انت تركز عليه. المفروض اللي انت تركز عليه هو شغلك الشخصي، البورتفوليو بتاعك، علشان ده اللي هيجيب لك العميل. فاعمل الحاجه اللي انت بتحبها وركز فيها، بعد كده هيجي لك الشغل ان شاء الله. لان الاي اي دلوقتي حط ليفل عالي في الصعوبه وما بقاش سهل ان انت تلاقي شغل غير فعلا لو انت شاطر. فابقى شاطر واشتغل على نفسك وانت وشطارتك، بس كده.